اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. النهارده بقى هنعمل احلى فته. كل سنه وانتم طيبين. وفتة العيد نزلتها لكم متاخر شويه بس بجد خطير، والفته بتاعتي مميزه. يا رب تعجبكم، وكل سنه وانتم طيبين ودايما يا رب باحسن صحه واحسن حال، ومتجمعين دايما مع بعض كده على احسن اكلات. حمصت العيش معايا بمعلقه سمنه، وبعدين بعد ما حمصته على نار هادية خالص يبقى مقرمش كده، عملت الرز، حطيت زبدة او سمنة حسب الرغبة بتاعتك، وبعدين الرز استوى معايا وحطيته، مفيش اي مشكلة. هنا بقى اهم حاجة اللي هي التكة بتاعت الصلصة حطيت توم وحمرته في نص معلقة سمنة، وبعدين طشيتها بالخل، خل يكون نوع حلو ومحترم، ومعايا الصلصة متسبكة معايا، تكون اتسبكت وبعدين تحطيها على الصلصة بس كده، مفيش اكتر من كده. حطيت بقى فلفل اسود حسب الرغبة، وشوية كمون محترمين وملح، بس كده بقت معايا احلى صلصة. ورحت جاية ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. طبعا بقى انا سلقة اللحمة ومجهزاها علشان نعمل احلى فتة. بجد الف هنا وشفا، خطيرة. انا فتتي طعم وريحة وما شاء الله. جربيها وقوليلي في الكومنتات، تحفة اللهم بارك. العيش يبقى مقرمش قوي، عشان تعمليه مقرمش قوي تحطيه على نار هادية وتوطي النار وتسيبيه براحته خالص لحد ما يقرمش. وبعدين الرز حطيت معلقة سمنة عليها حوالي 5 معالق زيت كده، وبعدين سخنتهم وحطيت فيهم الرز والمية، كوباية رز عليها كوباية مية، زي ما احنا عارفين الرز المصري. بعدين بقى انا موطيه النار على الصينية خالص برضو تحت الفتة. تدي شوربة، ما تحطيش شوربة كتير، حطي شوربة ان هي يبقى فيه تكة في العيش كده تقرمش معاكي، ده جمال الفتة. الفتة لما بتحطيه شوربة كتير وتبقى طرية مبيبقاش ليها طعم، بتبقى وحشة جدا، عاملة زي اكل الفراخ. القرمشة دي بتوديها في حتة تانية. وطشة التوم لما تحطي فيها الصلصة تكون الصلصة متسبكة، عشان ما تغليش كتير في التوم وتبقى زي شوربة الكشري، احنا عايزينها. حطي بقى الصلصة حسب رغبتك، اللهم بارك. اللي بيحب اللحمة محمرة يحمرها، مفيش اي مشكلة. احنا بقى بنحبها مسلوقة وبنحطها مسلوقة علشان احنا بنحبها مسلوقة. كل سنة وانتم طيبين. ودي الفتة دي برضو تعمليها في الكوارع وتعمليها في اللحمة. كل سنة وانتم طيبين ودايما يا رب في احسن صحة واحسن حال، واعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وصلوا على النبي بقى، وما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو كده، عشان زي ما انتوا عارفين قناتي في ذمة الله وما كنتش فاضيالها خالص. هنحاول بقى نخلص الثانوية العامة اللي عندنا ونفضلكم ان شاء الله، ونعمل اكلات جميلة مع بعض، ونبدأ بقى مع بعض حاجات خطيرة. مجهزالكوا برنامج تحفة. اللهم بارك، احسن فتة واحسن طعم، وبألف هنا وشفا. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، ودايما يا رب متجمعين في الخير.